بُص من الآخر عشان تفلح في حياتك لازم تبقى بني آدم بتاع حوارات. آه بتاع حوارات، بس مش الحوارات اللي أقصدها هو إنك تنقل الكلام ما بين الناس أو تعمل من الحبة قُبّة. إحنا بنفترض إن اللي قدامنا لازم يفهم إحنا زعلانين من إيه أو محتاجين إيه أو حاسين إيه من غير ما نتكلم، وده طبعًا ما بيحصلش، ولمّا ما يحصلش بنزعل أكتر ونبعد أكتر والفجوة اللي ما بيني وما بينك بتكبر أكتر. فالفكرة إن النقاش مهم جدًا. طب النقاش ده بيكون على أساس إيه؟ على أساس إن إحنا لمّا نتكلم مع بعض نفهم بعض، نحاول نقرّب وجهات النظر، مش ندخل في انتصارات. يعني مش لازم أنا اللي أكسب في الحوار أو أنت اللي تكسب في الحوار. فاهمين قصدي؟ يعني الفكرة كلها إن إحنا نعبّر عن مشاعرنا. وبعدين عشان تعمل أي حوار ناجح اسأل نفسك سؤال، قُل هو الشخص ده إيه مبرره أو محتاج إيه أو حاسس إيه في اللي هو بيقوله، ولو ما فهمتش اسأله بشكل مباشر ما تقعدش تستنتج. الصمت بيعمل استنتاجات وخيالات وبيخلي الواحد يدخل في سيناريوهات يطلع فيها هو الضحية واللي قدامه الجلاد، في حين إن ممكن يكون الموضوع مش مستاهل ده كله أصلا. الفكرة بقى في النهاية إن أنا عايزة أسألكم سؤال: هل العلاقات بتنتهي عشان الناس ما بتحبش بعض ولا علشان الناس مش فاهمين بعض؟ سؤال كمان: هل الحوارات ما بين الناس بتبوظ لأن الناس بتعند وبتكابر وعايزة تطلع هي المنتصرة، ولا علشان فعلا ما بيسمعوش بعض كفاية؟